أمام استفحال ظاهرة سرقة بعض أنواع السيارات بعدد من النقاط داخل المدار الحضري لمدينة وجدة خلال الأيام الأخيرة، كثفت المصالح والأمنية من عمليات المراقبة والتتبع التي أسفرت عن اعتقال أحد المشتبه بهم، والذي كشف بدوره عن باقي عناصر الشبكة الإجرامية التي تختص في سرقة السيارات واستغلالها في عمليات تهريب المخدرات، وبصفة خاصة البنزين المهرب عبر الشريط الحدودي بين المغرب والجزائر. واصلت الفرقة الجنائية الولائية التحريات ديالها في نفس الموضوع، وتمكنت من وضع اليد ديالها على 5 من هاد الأضناء. سيق بهم إلى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، وبدورهم تم إخضاعهم لواحد البحث. اعترفوا بالمنسوب إليهم كونهم من ذوي السوابق البعض منهم، وكيتعاطاو للتهريب ديال البنزين عبر الشريط الحدودي. ونظرا للحاجه ديالهم لهذا النوع من السيارات واللي معروفه ككونها هي اللي كتعد لتهريب البنزين، وفي نفس الصدد اعترفوا الجناة الموقوفين بتعاطيهم نشاط اخر محظور وهو التجار في المخدرات. العملية مكنت من استرجاع عدد من السيارات المسروقة وحجز حوالي 24 كيلوغراما من مخدري الشيرة، فيما لا يزال البحث جاريا عن 4 متورطين آخرين ضمن عناصر هذه الشبكة الإجرامية التي تزايد عدد ضحاياها خلال المدة الأخيرة.